السلام عليكم يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع سولاري لشركة مصر إيطاليا ومالكها عائلة العسال، والشركة ليها سابقة أعمال في شرق القاهرة من زمان والعاصمة والسخنة. المشروع موجود في كيلو 199 في أحلى منطقة كبحر في راس الحكمة، والمنطقة دي هي أفضل بحر في راس الحكمة وبتحتاج شغل من المطور بسيط جدا. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمة أنت المستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون موجودة في المدينة. المراحل المطروحة في المشروع من سنتين لغايه 4 سنوات ومتشطب بالكامل. سعر الغرفتين بيبدا من 12 مليون والثلاث غرف 15 مليون وبتتقسط على 10 سنوات. مميزات المشروع انه في منطقه كويسه في راس الحكمه، وشغل التمهيد اللي البحر هيحتاجه مش كبير، والشركه ليها سابقه اعمال متميزه في كل المناطق لما المشروع بيتسلم فعلا، ويعتبر ليهم تشغيل ساحلي سابق. مشروع اللي في السخنه اللي يعتبر كويس. مشروع فيه حوالي 3000 وحده على عرض شط 1000 متر، وده يعتبر متوسط، ولا هو حلو ولا سيء، وبيعتمد على المطور اللي هيعمله في المشروع. عيوب المشروع تكمن معظمها في الشركة دي عندها كارثة يا جماعة، ما بين التأخيرات لسنين طويلة جدا، وأراضي بتتسحب، ومخاطرة كبيرة إن أنا أدخل معاها الفترة دي. والمنتج اللي بيسلموه كويس، والمفروض المشروع فيه استلامات سنتين، والمفروض لو استلمت أنت ضامن جودة إلى حد ما، لكن في حاجات أحلى وأضمن في نفس الفئة السعرية، وأسامي أكبر وأسامي أقل، وأسامي الأقل دي بنسبة كبيرة هتكون أكبر بعدين، عشان فعلا في مخاطرة حقيقية إن الشركة تكون مش موجودة بعد كام سنة. كمان الكثافة اللي هتكون موجودة على البحر ما اتحلتش بحاجه، لان 7% فقط من مساحه المشروع لاجون، فاظن البحر هيكون مائل للزاحم فيه بسبب ده، مش بسبب الكثافه في العموم ان هي كبيره يعني. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 54 من 100، وما اظنش اني هنصح بيه حد، لان مفيش مميزات كبيره توازن المخاطره اللي انت بتاخدها. في حاجات في نفس الاسعار واقل كمان افضل بكتير. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.